داخل ملعب نادي المريخ عادل شكوكو المتحدث الرسمي باسم رابطة النادي الإسماعيلي، واللي كان مصر انه يحضر النهارده اول مباراة ودية للنادي المصري، لكن للاسف ظروف الامن اللي لغى المباراة هو برضو اصر على انه يحضر التقسيمة. يا ريت حضرتك تقول لنا الى اي مدى ان جماهير الإسماعيلي عايزة تشارك النادي المصري بدايته وانطلاقاته. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بس ببارك عوده النادي المصري وعوده حميده ان شاء الله، ويبقى على الطريق الصحيح اللي احنا متعودين نشوف فيه النادي المصري. اما بخصوص جماهير النادي الاسماعيلي وجمهور النادي المصري بتربطنا علاقه جميله جدا من زمان. يعني حضرتك لو بصيتي هتلاقي في لعيبه لعبت من النادي الاسماعيلي في النادي المصري، ومن النادي المصري النادي الاسماعيلي. فاحنا اصرينا ان احنا نعمل مباراه تأبين ذكرى رحيل الكابتن ايمن رمضان والكابتن احمد رزق ما بين النادي الاسماعيلي والنادي المصري، خصوصا في الوقت الحرج اللي بتمر بيه اسماعيليه وبتمر بيه بورسعيد، للشد من ازر بعضينا وعوده النتائج وعوده المباراه من اول جديد. يا ترى كان في جماهير كتير جايه النهارده المباراه قدام منتخب الاسماعيليه؟ هو كان في يعني رابطه المشجعين يعني اعضاء الالترا كانوا جايين على اساس ان هم يشاركوا في المباراه الوديه الرسميه ما بين منتخب اسماعيليه والنادي المصري، ولكن الظروف الامنيه حالت دون اقامه المباراه. فاحنا اصرنا ان احنا نيجي برضه ونوصل رساله برضه لجمهور النادي المصري ان احنا قلبا وقالبا مع النادي المصري. بورسعيد يعني حته مننا، وانا سلمت جواب للاستاذ ياسر يحيى نائب رئيس النادي المصري. ان شاء الله نحدد المباراه بتبقى في نص اكتوبر ما بين المصري والنادي الاسماعيلي، هتبقى بجمهور باذن الله في اسماعيليه باذن الله. يعني النادي الاسماعيلي هيسمح بحضور جماهير النادي المصري في المباراه. الفكره كلها ان انا بلعب مباراه بكرم 2 راحلين لعبوا المنتخب مصر زي الكابتن ايمن رمضان والكابتن احمد رزق، وحصلوا على بطولتين مع النادي الاسماعيلي. يعني شوف حضرتك لما لعيب يكون لعب منتخب مصر وحصل على بطولات، اقل شيء نقدمه له يعني في وفاته ان حضور جماهيري يجمع ما بين النادي المصري والنادي الاسماعيلي، لان دي رساله احنا عايزين نوصلها لجماهير الكره المصريه. احنا اهو من خلال مباراه وديه بنوصل لكم رسائل ان احنا بره اللي حصل من سنتين فاتوا ده احنا مالناش يد فيه، ده كان حاجات بعيده عننا خارجه على ارادتنا. جماهير الكره المصريه بصفه عامه ما بتلعبش في السياسه، هم حاولوا يخشوا يدخلونا احنا في الليله دي، وان شاء الله باذن الله الحاجات اللي حصلت دي مش هتتكرر تاني يعني لصالح الكره المصريه. متشكره جدا لحضرتك، ربنا يخليك. كواحد من جمهور النادي المصري، ايه راي حضرتك بعد الامن ما لغى المباراه؟ والله حضرتك احنا يعني كان نفسنا ان الماتش يتلعب، يعني مش عارفين الامن مش عايز يأمن المباريات ليه. احنا نفسنا نلعب ونفسنا نتفرج على النادي المصري ونفسنا نرجع للبطولات تاني ونلعب. بس حضرتك يعني.